السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. اليوم جيت نصاوب معكم الحريره المغربيه بالطريقه ديالي، الطريقه المعتمده عندي اللي كنديرها ديما وكنوجد بها ديما الحريره ديالي. مهم كنحتاجوا مطيشه والحمص، البصله، العظيمات كيعطيوها واحد البنه واعره، والربطه فيها القزبر والمعدنوس والكرفس. مهم المرحله الاولى كناخذوا كميه لا باس بها من المطيشه، من الاحسن تكون مطيشه اللي تكون حمراء وطيبه كما كتشوفوا، حيت انا ما كنديرش فيها مطيشه المركزه، مطيشه الحك كنغسلها مزيان هي الاولى وكنقطعها بهذه الطريقه، هذه طريقه مربعات عشوائي بالقشور ديالها بالزريعه ديالها. كنقطعها وكنردها طيب، ما كندير فيها لا ما لا والو، حتى هي كتطلق الماء ديالها وكطيب على خاطرها. من نردها الطيب، من الطيب غادي نرجع معكم. المرحله الثانيه كناخذوا الكوكوط ديالنا ولا الطنجره، كنديروا فيها الحمص، كنزيدوا فيه دوك اللحيمات، حيمات قطع ديال اللحم ولا العظيمات. هاد العظام كيعطيو لها واحد البنه زوين، دوك العظومه اللي بقاونا من العيد الكبير اللي كنا كنحيدوا منهم الشوا. كنديروا ليها العطريه ديالنا، كنديروا معلقه ديال السكينجبير، معلقه ديال التحميره، معلقه ديال الخرقوم، بالنسبه للابزار كندير انا غير شويه، هذا قزبر حبوب، كندير نص معلقه ديال الابزار باش ما تجيناش حاره. المهم العطريه على حسب، الا كنتو باغي ديروا شويه د الحريره ولا بزاف ولا. هذه القرفه يا البنات، القرفه كتعطيها عاوتاني واحد البنه زوين. كنزيدوا الملح على حسب الذوق. المهم كل وحده تعرف قياس برادها، كل وحده تعرف القياس ديالها. وكنزيدوا الزيت ما نكثروش بزاف، 3 د المعالق كاع ديال الزيت صافي، سواء الزيت البلديه ولا زيت المائده. غنخليوها جانبا. غادي نجيبوا الهاشوار، غادي نقطعوا فيه البصله، هاشوار ولا مولينيكس الخلاط الكهربائي، باش ما تعذبوش راسكم في الحكان وباش ما يبقاش فيه دوك الطروفه كيطيحوا لنا دوك الطروفه ديال البصله في الحريره. كاين اللي عندهم الوليدات ما كيعجبوش دوك الطروفه ديال البصله في الحريره ولا دوك الطروفه ديال الربيع ديال القزبر والمعدنوس والكرفس. كنديروا البصله وكنزيدوا عليه ديك الربطه ديال المعدنوس والكرفس والقزبر، وكنزيدوا عليه واحد الكاس ديال الماء، وكنطحنوا مزيان داك هذا الخليط هذا باش ما يبقاو فيه لا طروفه لا حتى حاجه. هانتوما البنات القوام ديالو راه ما تخافوش منه، واخا تشوفوا هكا خضر راه ما تخافوش منه. تخافوا منه لو كان طحنتو معاه مطيشه غادي يولي كلشي خضر، ولكن المطيشه غادي نطحنوها بوحدها. كنخويو داك الخليط ديالنا في الطنجره بحال هاد الطريقه. المطيشه ديالنا بعد ما طابت وطحناها في مولينيكس، وغادي نصفيوها دابا. غادي نصفيوها في هاد الشبكه هادي ولا في اي شبكه كانت عندكم، غنصفيوها من دوك القشور ومن ديك الزريعه ديالها. دابا عاوتاني غادي نطلب السماحه من الموحمات، سمحوا لي بزاف، راه ما تعرف ربما شي محمى الله يسمح لنا تلقى مع هذا الفيديو هذا وغادي تشوفوا، راه الله يسمح لنا وصافي. هانتوما البنات غادي نصفيو
نصفيو المطيشه ديالنا مزيان مزيان، وغادي نزيدوها على الخليط ديالنا الاول. ها نتوما كما كتجي المطيشه ديالنا كتجي حمراء، ما احتاجوش المطيشه المركزه الاخر، المطيشه الاخرى المعلبه. كنخويو المطيشه ديالنا وكنزيدوا الماء الكافي باش يطيب لنا داك الحمص وداك اللحم اللي درنا تما. كما كتشوفوا بهذه الطريقه هذه. وغادي نردوا دابا الحريره ديالنا طيب على خاطرها، ونبقاو نراقبوها مره مره حتى كيطيب لنا الحمص ديالنا ونكملوا. ها نتوما البنات دابا الحمص ديالنا راه طاب، ودوك اللحيمات ديالنا حتى هما راهم طابوا ما شاء الله. غادي نحيدوا دوك العظومه باش من نديروا الشعريه ونديروا الطحين ما تعجلناش، باش يتهز تهز. ها نتوما البنات كما كتشوفوا الحريره ديالنا كي كتكون في الاول. غادي ناخذ شويه الشعريه اللي نقيناها وغسلناها، انا كنغسلها حيتاش ما تعرفي كتكون في الحانوت ما مغطياش ولا معرضه للتراب ولا شي حاجه. المهم انا ضروري كنغسلها وكنحركو باش ما تلصقش لنا. وكناخذوا الطحين اللي غربلناه، كناخذوا واحد السوبيره بحال هذه. هاد الطريقه عمليه البنات، كنديروا فيها شويه الماء هو الاول وكنديروا فيها الطحين ما غاديش نقول لكم شحال حيتاش ما عرفتش واش نتوما كديروا بزاف ولا شويه، المهم على حساب عينكم ميزانكم. غادي ديروا وتبقاو تحركوا حتى تلقاو القوام ديال اللي بغيتو. كاين اللي كيبغي الحريره ثقيله، كاين اللي كيبغيها خفيفه، كاين اللي كيدير بزاف، كاين اللي كيدير شويه. راه ما يمكنش تعطي العبار. هانتوما هاد الطريقه عمليه البنات. الطحين كيتخلط لكم دغيا مع الماء وما كيبقاوش فيه الحبيبات نهائيا. هانتوما نبقى نخوي الطحين ديالي ونحرك حتى نحصل على القوام اللي بغيت، مع التحريك المستمر باش ما يلصقلناش. غنبقى نحرك بحال هكا حتى كنحصل على القوام اللي بغيت، وغادي نحبس وغادي نخلي ديك الساعه طيب واحد 20 دقيقه ولا نص ساعه على ما طيب لنا ديك الشعريه وداك الطحين. كنهز داك العظيمات ديالنا وكنحيدو منهم داك اللحم وكنردوه هنا في هانتوما بعد ما حيد داك اللحم من دوك العظام كنردو يطيب عاوتاني يكمل الطياب ديالو. نبقاو مره نحركو في الحريره ديالنا باش ما تلصقش لينا من التحت. وهذا هو القوام ديال الحريره ديالي، ما ثقيلاش بزاف وما خفيفاش بزاف. نتمنى تكون هذه الطريقه عجبتكم وتعتمدوها حتى نتوما ويكون الفيديو عجبكم. هانتوما البنات على الحريره ديالي كي جات ما شاء الله حمراء. نتمنى تنال اعجابكم وتجربوها، ونتمنى تقراو الفيديو من الاول حتى الاخير.